هناك اتجاه في مجلس إدارة نادي الزمالك لاستخدام مدير فني أجنبي. ولكن أنت هنا كمجلس إدارة أنت بتفكر إزاي؟ معلش يعني أنت بتفكر إزاي؟ أنت دلوقتي المدرب اللي أنت سبته ومشي ده لسه مازال عليه فلوس، أو آسف عفوا، ليه فلوس. تمام، أنت كان الزمالك عليك فلوس للمدرب ده، وجوميز لسه ليه فلوس، وقبله اللي ليه فلوس. كل المدربين اللي مشت اخر فترة ليهم فلوس لنادي الزمالك. فانت عشان تجيب مدرب اجنبي تاني في الوقت الحالي، فانت كده معلش انت بتغرق نادي الزمالك اكتر. انت كمجلس ادارة انت مش بتحل، انت بتغرق نادي الزمالك اكتر. ايه المشكلة لما تخلي الكابتن احمد عبد الرؤوف، هو مش عشان خسر السوبر. ايه المشكلة؟ انت يعني ما جبتش لعيبة على مستوى نادي الزمالك. انت ما جبتش لعيبه على مستوى نادي الزمالك، او لعيبه تقدر تفيد الزمالك. تيشيرت الزمالك واسع عليهم، وجماهير نادي الزمالك هتوافقني في الراي ده. تمام. فهو مش مشكله مدرب، هو مش مشكله مدرب، هي مشكله لعيبه. انت ما جبتش لعيبه تقدر تشيل نادي الزمالك، فده غلطك. والغلط الاكبر ان انت تروح تجيب مدرب اجنبي في الوقت الحالي هيحملك فلوس اكتر، وانت ما خلصتش اللي عليك. انت كمجلس اداره ما خلصتش اللي عليك، فانت كده بتغرق نادي الزمالك اكتر. ادي للراجل فرصه، شوف حد من ابناء النادي. على الاقل احمد عبد الرؤوف مش هيكلفك دولارات، ده مش هياخد بالدولار، مش هياخد بالعمله الاجنبيه، ده هياخد بالمصري. وحتى لو ما اديتوش فلوس مش هيتكلم، لان ده يعني من ابناء النادي. وما اعتقدش حد من ابناء النادي حتى لو ما خدش فلوس هيقدر يتكلم، او الكابتن احمد عبد الرؤوف تحديدا هيتكلم. فانت مش كده يعني انت كده مش بتحل، انت كده بتغرق نادي الزمالك اكتر في ديون اكتر. والموضوع يعني انا مش فاهم هو هيخلص امتى وهيوصل لحد فين. فده اكبر غلط، ان نادي الزمالك يجيب مدرب اجنبي في الوقت الحالي ومش هيفيدك، ومش هيقدر يفيدك، لان انت يعتبر في نص الموسم والوقت ضيق، وداخل على كونفدرالية، وانت في مجموعة مش سهلة بالمرة. فاعتقد اكبر غلط هيفعله مجلس ادارة الزمالك في الوقت الحالي وهو استخدام مدير فني اجنبي. رأيي تكمل باحمد عبد الرؤوف. لو مش واثق في قدراته يبقى تشوف اي حد تاني من اولاد النادي، خالد جلال او اي حد تاني من ابناء النادي، هو احق ان هو يمسك النادي في الوقت الحالي. لكن مدرب اجنبي لن يفيد الزمالك في شيء. السلام عليكم.